هذا الموضوع. هنا نحمل المسؤوليه كذلك الوكاله الحضريه المستقله للماء لارديت اللي عندها واحد الدور كبير في التعثرات اللي كاينه. الوكاله الحضريه المستقله للماء ان المجلس البلدي هو عضو في المجلس الاداري ديالها، والرئيس هو الممثل ديال المجلس داخل المجلس الاداري. واش هذه المشاكل ما تطرحهاش، مع العلم ان خدمه ديال تطهير السائل تفوتات الوكاله الحضريه، بمعنى ولا المواطن ولا ترجيع اعباء اللي هي ماليه وتزاد عليه في الاستهلاك ديال الماء، ولا رسم خاص ما يخص تطهير السائل، وبالتالي المواطن اصبح يؤدي اموال طائله لهذه الوكاله هذه، ولكن بدون خدمات اللي هي في المستوى. وتلاحظوا لا في حي جميله ولا في القتادله ولا في مجموعه ديال الاماكن انه تم الحفر. كاينه اصلاحات واخا، ولكن هذوك الاصلاحات غاديه بواحد الوتيره اللي هي بطيئه، وبالتالي خلات الحفار وخلات الاطرباء، ومع سقوط الامطار انه حتى المواطن ما بقاوش يقراو حتى كيفاش يدوزوا حتى لديورهم، ولا انهم يتجولوا في الازقه، وبالتالي اصبحت الشوارع عباره عن برك مائيه، عباره عن برك ديال الاوحال. وبالتالي هاد الوكاله المستقله لتوزيع الماء لها المسؤوليه، وخاصها انها تقوم بالاشغال ديالها وتجزا. وهنا نتساءل اين التتبع ديال المكتب التقني الاشغال ديال الوكاله اللي خاصها انها تنجزها في واحد الظرف قياسي معين، وبالتالي خاص انها ما تعرقلش المواطنين. حنا نحمل الوكاله المستقله ونحمل كذلك الناس اللي تيراقبوا والناس اللي تيتبعوا الاشغال ديال الوكاله. اذا استمرت الوتيره بهذه الاشغال هذا بهذا الشكل هذا، فاكيد اننا غادي المدينه كامله غادي تولي حفر، وغادي تولي. حنا في المجلس في واحد الدوره الرئيس صرح ملي طرحنا هذه النقطه ان الوكاله غادي تتعاقد مع مقاوله بمبلغ ديال 8 مليون سنتيم اللي غادي تقوم إعادة الوضع كما هو عليه. ولكن حنا تنتساءل واش دار الوكالة قامت بطلب عروض أثمان، واش بدات الأشغال ديالها فيما يخص المقاولة اللي غادي ترجع الأمور كما كانت عليها، أم أن الحفر وان الاشغال غادي تبقى مستمر والمواطنين غادي يبقاو يتصدروا، وبالتالي المواطن تيأدي فواتير ديال الماء اللي بطبيعه الحال باهظه، وتزاد عليه كما قلت هذا الرسم ديال تطهير السائل الذي اصبح المواطن انه تيشتكي لا من الجوده ديال الماء ولا من الخدمات ديال الوكاله انها دون المستوى. وهنا كما قلت المواطن خاصو يكون على علم وعلى درايه بهذه الحوايج هذو، والسلطات المحليه والسلطات الاقليميه يتحملوا المسؤوليه ديالهم، وخاصهم يتدخلوا باش يوضعوا حد لهذه الفوضى ويوضعوا حد لهذه المعاناه التي يعانيها المواطنين والساكنه ديال فقيه وصيف. الساكنه لاحظ مؤخرا انه تكاثر الحفر التي كما وصفتها اصبحت عباره عن خنادق، وعرضت السكان ومجموعه ديال المواطنين تلقينا الشكايات ديالهم من خلال انه تعرضوا لحوادث، اما حوادث سير اما حوادث سقوط بسبب هذه الحفر التي اصبحت مستشريه جميع الازقه والشوارع بالمدينه، ولا يخلو اي شارع من المدينه ولا اي منطقه من هذه الحفر التي تخدش جماليه المدينه، والتي تشكل مشكل بالنسبه للماره ولا لصاحب الدراجات ولا لصاحب السيارات، خصوصا السيارات الاجره ولا جميع المواطنين. في هذا الاطار هذا يكفي ان نذكر هذه الحفر اللي وقعت سواء سواء باب الخميس، شارع بن سينا، في شارع الابتسام المؤدي الى السوق، في الزنقه 10، في حي السعاده، يعني جميع الاماكن وجميع الشوارع اصبحت تؤرق هذه المساله هذه، ولا سيما ان هذه الشوارع وهذه الازقه انها تم صرف الملايير عليها في اطار البرنامج ديال اعاده الهيكله ديال مجموعه ديال الاحياء، في اطار اصلاح ومجموعه ديال الشوارع. يعني هنا نتساءل اين هي
أين صرفت هذه الأموال التي أنتجت لنا هذه الحفر. وبالتالي الواقع يؤكد بالملموس على الغش ديال المقاولين وعلى تتبع المسؤولين على مستوى التسيير ديال المجلس الاشغال في اثناء الانجاز ديالها. وبالتالي هذه الحفر هذه اصبحت وصمه عار على جبين المجلس الذي ركم الفشل تلو الفشل، وركم مجموعه من الاخطاء التي وسوء التسيير وسوء التدبير داخل الجماعه. في اطار صفقات ديال اعاده الهيكله ديال الاصلاح ديال الشوارع ديال الازقه، هذه مسؤوليه ديال المجلس بالخصوص. السلطات عندها دور ديال التتبع، وعندها سلطه كذلك ديال انها ترفع التقارير ديالها لوزاره الداخليه. وهنا بالفعل ان تلقاو ان المفتشيه العامه لوزاره الداخليه جات ونجات واحد التقارير حول المدينه، ومن ضمنها هذه المشاريع اللي كانت دارت واللي رصدت فيها واحد المجموعه ديال الخروقات، واللي رصدت فيها كذلك تجاوزات ديال المجلس، خصوصا في الفتره من 2006 2008 2014 اللي وقفت على مجموعه ديال الصفقات اللي فيها تجاوزات واللي ما تجزاش، او انها تجزات تكلفه اللي هي فوق المتوقع وفوق المستوى ديال الاشغال اللي تجزات. اذا السلطه عندها دور، كذلك المستشارين عندهم دور رقابي. للاسف ان المستشارين اللي غير موجودين في المكتب الدور ديالهم هو انهم يراقبوا ويطرحوا اسئله وينبهوا اثناء الدورات، لان المستشارين تيحضروا فقط اثناء الدورات، اما المسؤوليه الكبرى تقع على عاتق الرئيس وعلى المكتب المسير. لكن للاسف تلاحظوا انه كل مره يتم اصلاح ديال هذه الحفر، وبالتالي تتصرف اموال اللي هي طائله، ولكن مجرد هطول امطار اللي هي خفيفه، وتنعرفوا المنطقه انها ما فيهاش امطار اللي هي بزاف، مجرد هطول امطار اللي هي قليله تتعري وتتكشف الواقع الحقيقي ديال المدينه، وتتكشف كذلك الواقع ديال هذه الاشغال اللي تجزات واللي تعتبرت انها بدون مستوى، وبالتالي تيتم الهدر ديال المال العام في حفر واعاده انتاجها. الاكثر من هذا هو ان شوارع تصرفت عليها الملايير، وشوارع كذلك هي في طور مازال ما اكتملاتش كشارع بن عبد الله، واللي تيعرف كذلك الدور ديالو واحد العديد ديال الحفر. هنا تنطالبوا بتفعيل تفعيل هذوك القرارات اللي خدات المفتشيه ديال وزاره الداخليه وكذلك المجلس على الحسابات، اللي حال الملفات على القضاء من اجل انها تقول الكلمه ديالها، لان هذه المشاريع هذه اللي هي اصبحت التهمت الملايير، ولكن الحصيله لا شيء، وبالتالي المواطنين يشتكون. المواطنون يعانون من جميع المرافق اللي هي تعطلات والمشاريع التي لحد الساعه لم تنجز. كانت تعيشون الساكنه ديال الفقيه بصحه الخصوص تلقاو في مدن اخرى وجامعات اخرى ان المواطنين تيحضروا بكثافه لتتبع الاشغال ديال الدورات، انه اي مشكل عندهم تيوقفوا تيحتجوا تيعبروا على الغضب ديالهم وعلى المطالب ديالهم. لكن للاسف في مدينه فقيه مصر هذا الجانب الاحتجاجي وهذا الجانب ديال التعبير عن الغضب انه قليل بزاف، ماشي انهم راضين على الوضع، لا بالعكس، حنا تلقاو شكايات عديده ان غير راضون على التسيير ديال الاغلبيه الشؤون ديال الجماعه، وغير مرتاحون المآل والمصير ديال الجماعه اللي تعيشوا فيها. ولكن هذا دور كذلك ديال المواطنين، ونحملوه المسؤوليه انه خاص يقوم باحتجاجات، وانه يصيغ عرائض ويصيغ مجموعه ديال المشاكل اللي عنده الحق انه يراسلها، وعنده كذلك الحق عبر الجمعيات عبر مكونات المجتمع المدني انهم يطرحوا نقط ديال جدول الاعمال في الدوره وفق القانون 13 14 اللي تضمن لهم هذا الحق هذا، وعنده كذلك الحق انهم يراسلوا جميع الجهات سواء محليا او جهويا او مركزيا على هذه النقطه. الاهتمام بالشان العام المحلي اللي تنقلوه الصحافه بحال الجريده ديالكم، للاسف انه تتلقى واحد التضييق من طرف الرئاسه ديال المجلس اللي تيعملوا ما امكن في كل دوره انهم يمنعوا الصحافه باش تنقل المشاكل الحقيقيه والنقاش الحقيقي اللي تيدور داخل المجلس، على اعتبار ان المجلس التسيير ديالو فاشل، وبالتالي يجب ان يبقى الفشل حبيس الاسوار ديال الجماعه وما يخرجش للشارع، وبالتالي يكونوا المواطنين على علم وعلى درايه وعلى مواكبه لهذا الفشل اللي تيعرفوا المجلس. وبالتالي على المواطنين انهم يهتموا بالشان المحلي ويتحملوا المسؤوليه ديالهم مستقبلا، لانهم هما اللي صوتوا على واحد النوع
ديال المستشارين اللي وصلوا المدينه لهذه الدرجه، وخاص المواطن العميري والمواطن ديال الفقيه بصالح انه يشارك وبكثافه في جميع الوقفات، ويشارك ويعبر على الراي ديالو، ويعاقب المستشارين اللي ما تينقلوش وما تيعملوش على تسيير الشؤون المحليه ديال المدينه ديالهم. وبالتالي هذا لان المواطن هو المبتدا وهو الخبر في الاخر. الى المواطن وعى بالمشاكل ديالو وعاقب ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب، وبالتالي غادي نضمنوا التسيير اللي هو عقلاني، التسيير اللي هو صحيح وحكمة جيدة. إلى المواطن وضع فاسدين وعاود انتخبهم مرة أخرى، وبالتالي فإن الجماعة ستعرف عاوتاني تشكيلة من المستشارين اللي غادي يعاودوا نفس الأخطاء وغادي يعاودوا نفس المشاكل اللي كانت واقعة من قبل، وبالتالي تيبقى المواطن هو المتضرر الأول والأخير. هذا مسؤولية كما قلت تتحمله المواطن اللي خاصو يحضر ويشارك ويتبع، راه عنده الحق قانونا وعنده الحق باش أنه يوضع حد لهذه المهزله اللي تعيشها المدينه ديال فقيمه. مملكتنا اساسها المصداقيه وسقفها حريه لا ترضى بالقيود. انضم لنا الان واشترك في القناه للحصول على صدى اخبار مملكتنا.